السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. في نهايه كل عام الاجانب يحتفلوا بالكريسماس وين يدوا فاكونس 15 يوم ويشروا شجر ويزينوهم ويحتفلوا مع بعضها، يتبادلوا لي كادو بين لي فامي، وكاين بزاف عباد تاني يخرجوا باللبسه تاع بابا نوال، يمدوا لي كادو لدراري صغار اكسيتيرا. بصح تخيلوا كان هاد السيد اللي يخرج باللبس تاع بابا نوال ما يمدش لي كادو، بصح يخرج يقتل الناس. في الفيديو تاع اليوم عندنا حكايه ماشي نورمال كامل، وزيد رانا في نهايه العام تسمى صرات في هاد الوقت من العام. المهم ما تنساش لايك الفيديو وبارطاجيه مع اصحابك، باسكو لو كان ما تعاونونيش نتوما بالبارطاج شكون راح يعاونني؟ وزيد ما راحش نطوروا لي فيديو، ما راحش يوصلوا لعباد كثر. دونك نتكل عليكم ليكيب، وهذا ما كان. يلا نبداو الفيديو. في 2008 وتحديدا في وحده من مدن كاليفورنيا تحت اسم كوفينا جايه شغل السبرب. انا باليش كاش نشرحها لكم باسكو حتى انا حوست على الشرح وما لقيتش الشرح اللي قراف يفهم. مي جايه شغل بلاصه شويه كبيره فيها بنيان يتشابه في الديزاين، تقريبا نفس الديزاين. دونك في يوم الاحتفال تاع الكريسماس البلاصه هذه كانوا فيها اكثر من 50,000 بنادم كانوا يحتفلوا كاع في وقت واحد، وما بين هاد الغاشي كانوا عائله اورتيغا يحتفلوا ثاني. وكان الاحتفال تاعهم في دار اليس وجوزي اورتيغا اللي كانوا هما يعتبروا الكبار في لافامي هذيك. دونك كانوا اليس وجوزي وولادهم وولاد ولادهم اكسيتيرا، كانوا كاش 20 واحد في الدار هذيك، وكانوا يحتفلوا عادي ليله الكريسماس. الناس قاعد تحتفل وهما كانوا وحدين من هذوك الناس. لو كان دخلوا شويه في الاجواء السعيده كانوا الكبار تاع لافامي كامل قاعدين يلعبوا بوكر في الطابله. كالعاده كل عام كي يتجمعوا على هذيك الطابله تاع البوكر يلعبوا كيف ودراري صغار يلعبوا بارتو، كاين اللي برا كاين اللي تحت، كل واحد كيفاش. المهم كل واحد راهو يدير في الاكتيفيتي اللي يحبها وكيفاش راهو حاب يجوز الوقت مليح في هذيك الليله. جاز الوقت واكزاكتومون على 11:30 تاع الليل. طفله صغيره مولاد ولاد جوزي واسمها كاترينا كانت تشوف متاقه ولا ماركات بلي كاين بنادم راهو جاي لعندهم للدار، وكانت فرحانه. البنادم هذا كان لابس لبس حمر كامل كيما انا هكذايا، بصح ديفيرونس اللي بينه وبيني انه كانت عنده لحيه بيضه كان مغطي بها وتشو كامل، وين وتشو ما كانش يبان مليح. كان رافد صندوق كبير في يدو ويدحرج في صندوق واحد اخر كبير في الارض يزرزح فيه باش يجيبوه للدار. اللي يجي يشوف يقول باللي هدايا راهو جايب دي كادو للدار يوزعهم ويجي رايح. ودي العفسه اللي جات في راس كاترينا مسكينه. اوكي كاترينا مسكينه نيفر مايند. المهم وصل للباب وكاترينا راح تجري، فتحت له الباب ديريكت بلا ما تخمم وبدات تقول لهم باللي راهو جا سانتا. مسكينه كانت تامن بسانتا، كان في عمرها 8 سنين وما كانش على بالها بنادم هذاك واش يكون في الصح. المهم فتحت الباب وهي فرحانه بسانتا، وهنا قابلها بسلاح 9 ملم وكان مفيزي عليها. هنايا كانت هي اول ضحيه تروح في الدار هذه، وللاسف بعد ما قتلها ما حبسش تما باسكو دخل كمل يتيري على اي واحد يلقاه في طريقه. وصل للطابله تاع البوكر اللي كانوا قاعدين تما مجمدين وما لقاوش واش يديروا، وصل عندهم وبدا يتيري ديريكت واحد بواحد، ما رحم حتى واحد فيهم. والليله هذه اللي كانت مجرد احتفال للعائله وين يجوا كامل يجوزوا وقت مليح ويقصروا مع بعضهم از فاميلي، رجعت إبادة جماعية. في الحقيقة كاين اللي قدروا يهربوا، أغلبيتهم كانوا دراري اللي قدروا يهربوا متواقي، ولا دراري اللي كانوا يلعبوا برا ديجا. ومن الكبار كاين غير مرة وحدة اللي قدرت تهرب وراح تجري للجيران باش تعيط للبوليس. بعد ما تير على كاع الناس اللي كانوا قدامه كمل يحوس في الدار وعرف باللي ما بقى حتى واحد داخل الدار. ثبت لكم هنا خلاص، لا خوتي مازال. خرج فتح الصندوق اللي جابوا معاه وتبين باللي الصندوق كان فيه بيطاغاز كبيره وشويه حدايد معاها، ما على باليش وشنو اكزاكت. الزبده انه كان فليم ترور خادمه هو بيدو في الدار. دونك هنا وين سانتا كلوز تاعنا خرج الفليم ترور من الصندوق ودخل للدار وبدا يحرق فيها. ما خرجش ملتم حتى اسيره باللي شعل النار في كل كوانه من الدار، وزيد بداها من الفوق وجا حابط بالعقل باش يصيري باللي عفسه ما تبقى حيه في هذيك الدار. في نفس هذا الوقت المرأة الكبيرة اللي قلت لكم قدرت تهرب مع الدراري اسمها ليتيشا ولا ليتيشيا، المهم قدرت تروح لدار الجيران وتعيط للبوليس اللي يعتبر الرقم المعروف عندهم تما في الامريكان في حالة طوارئ كيما هذه، وين قاع يولوا يقولوا كول 911. انا قاعد نخمم في الجزائر وشنو هو النيميرو، وقيل كاين بزاف خوتي ما على باليش شنو هما اكزاكتومون. اللي يعرف يكتب لي في لي كومونتير ابار سا نعاودوا نقولوا الحكايه. بعد ما عيطت ليتيشا للبوليس عرفت باللي كاين بزاف دي زابل جاوهم مقبل على نفس الحديث، ولي زابل هادو كومبلي جاو من عند الجيران باسكو بعد ما سمعوا صوت تاع الرصاص باينه بلي حاجه ما راهيش تبشر بالخير. والناس كامل اللي عيطوا هضروا نفس الكلام. بنادم لابس لبس تاع سانتا كلوز دخل لدار الاورتيغا، بدينا نسمعوا الرصاص داخل الدار ودوكا الدار راهي تنحرق. بعدها بشويه خوتي النار بدات توصل حتى ل 50 قدم للسماء، بمعنى ما راح يبقى فيها والو بعد ما تطفى. والحاجه الوحيده اللي تقدر تفهمها انه السيد اللي قام بهذه الجريمه ما كانش حاب الدار هذيك تكزيستي مره واحده اخرى.
وصلوا لي بومبي ولا رجال الاطفاء. العمليه هذه احتاجت 80 بومبي باش قدروا يطفوها في 2 سوايع. تسمى خاوتي تقدروا تيماجينيو شحال كانت بزاف النار هذيك. وبعد ما طفاو النار دخلوا يحوسوا اسكو كش ما قادرين يسلكوا كش واحد كان مازالو عايش ولا، بصح للاسف اللي ما قدروش يخرجوا من الدار هذيك كامل كانوا ميتين. لا بوليس بداو التحقيقات تاعهم، وبالطبع راح يبداو بالجيران باسكو هما اللي كانوا قراب من الحادثه. سقساوهم اسكو عندهم فكره شكون يكون الشخص المشتبه به في هذه العمليه، وكامل كانوا ما على بالناش. وواحد ما قدر يوصل للهويه تاع البنادم اللي نفذ الجريمه هذه. المعلومه الوحيده اللي قدروا يعطوها لا بوليس انه بنادم كان راكب في طوموبيل زرقاء وكان يدور في الحومه هذيك باللبسه تاع سانتا كلوز ساعات بزاف من قبل ما تصرى الجريمه هذه. وحتى بعد ما الناس كامل كانت عينيهم على النار اللي كانت شاعله، نفس الطوموبيل اللي حكاو عليها كانت رايحه عكس اتجاه النار، والضواوي تاعها كاع كانوا طافيين. وفوق هذا الشيء ثاني كان منحي الماتريكل. هنا كاين مشكل واحد اخر سورتو بالنسبه لابوليس. كان السيد اللي دار الجريمه سوري يكون داخل هذيك الطوموبيل وحاليا هرب، بصح شكون يضمن باللي ما راح يزيد يرتكب حتى جريمه واحده اخرى وما راح يزيد يدخل حتى دار واحده اخرى. ولو كان نقول لكم باللي ماشي هذه هي اخر جريمه اللي صارت في هذيك الليله للاسف، باسكو في الوقت اللي كانوا لابوليس يحققوا مع الجيران وصلهم خبر باللي ماشي بعيد على هذيك البلاصه لقاو شخص اسمه بروس باردو. لقاوه مرمي في الارض وفي راسه ثقبه تاع نفس الرصاص اللي استعملوه في الجريمه اللي قبلها بساعات. بصح هنا كاين ديتاي واحد اخر اللي يقدر يبدل الحكايه كامل. لقاو نفس السلاح في حجره اللي هو 9 ملم هاند غان، ولقاو واحد اخر ثاني كان مرمي في الارض. كاينه حاجه ماشي نورمال صح. وهنا بداو تحليلات واحده اخرى كامل. بالك ماشي غير بنادم واحد اللي خرج يقتل في هذيك الليله، بالك بروس هو اللي قتل العائله تاع اورتيغا، وبالك لا بالك الشخص اللي قتل بروس هو نفسه الشخص اللي قتل عائله اورتيغا. وبروس كانت نيته يدافع على روحه بصح ما قدرش يخرج سلاحه قبل ما يموت. بصح العفسه المليحه هنايا انهم لقاو سلاحين ويقدر يكون واحد منهم هو سلاح الجريمه. في اليوم اللي بعده خرج تقرير على الدار المحروقه وكان فيها 9 جثث كامل كانوا متشاركين في 2 ديتاي، واللي ديتاي هما انهم كانوا محروقين وعندهم رصاصه في جسمهم واغلبهم كانت رصاصه في راسهم. وهنا بداو لابوليس يصيروا يربطوا الاحداث مع بعضهم، واول حاجه هي يعرفوا اسكو كاين رولاسيون ما بين بروس ولا فامي تاع اورتيغا. وبلا ما ندخل في التفصيل الممل، بروس بدات تدهور حياته بعد الجامعه. بعد ما كمل الجامعه دخل يخدم از سوفتوير انجينير في شركه واسمها جات حاجه هكذايا، راني نخلي لكم اسمها في ليكرون. الاختصار تاعها هو GPL. وبداو يجوا المشاكل في حياته بعد اول ريليشن شيب دارها، وهي انه جاب ولد من علاقه هكا برك، والولد مرض ورجع يخلص عليها عفايس زياده كل شهر. والمشكل انه ما كانش قادر حتى يشوفه باسكو المحكمه منعاته من هذا الشيء وخلت الكفاله ليمه. بعد اعوام وهو يخلص هذوك البيلز اللي كانوا على راسه قرر يبدا علاقه جديده كومبلي، وبدا علاقه مع امراه اسمها سيلفيا. وفي الاخر زادوا طلقوا وزادوا جاو بيلز واحد اخرين على راسه خاوتي. هي ماشي بيلز خاوتي، مي كانوا عفايس لازم يخلصهم بعد ما طلقوا باسكو ما على باليش انا خاطيني القانون تاعهم. الزبده انه كان يخلص عفايس منه وما كانش قادر لهم، وكانوا عنده بزاف عفايس في حياته كانوا مخلينه دائما مقلق ودائما يخمم يدير عفايس ماشي ملاح. وقبل ما يموت بشهور راح شرى سلاح تاع 9 ملم لسبب الله اعلم علاش. بعدها بيامات حوزهم الخدمه تاعو ودراهم اللي بقاو له زاد شراهم كامل سلاحات، سلاح تاني وثالث ورابع على مدة 4 شهور. علاش على مدة 4 شهور؟ كل شهر كان يشري واحد باسكو عندهم واحد القانون اللي يقول لك كي تشري سلاح لازم تستنى 30 يوم باش تزيد تشري سلاح اللي مورا. الصراحه ما على باليش فواش راح يفيد هذا القانون، ليسونسيال دايرين خاوتي ما تسقسونيش علاش. وهنا خاوتي بعد ما شرى 4 سلاحات نورمالمون بدات تبان لكم الحكايه شويه. وباش تزيد تبان لكم الحكايه بعد ما خربوا كتر في الماضي تاع بروس، عرفوا بلي مرته اللي طلق منها قبل شهور كان اسمها الكامل سيلفيا اورتيغا، وكانت وحده من اللي ماتوا في هذاك النهار اللي دار فيه الجريمه تاعو. وهنا عرفنا بلي بروس هو اللي دار الجريمه هذيك، وعرفنا تاني بلي هو اللي كان متنكر باللبسه تاع سانتا كلوز. وبعد ما كمل الجريمه تاعو بقى له حتى حاجه يزيد يديرها في حياته، دونك زاد كمل على روحه. بصح اصبر راح تسقسوني وين راحوا 2 سلاحات الاخرين وين راحت اللبسه تاع سانتا كلوز. صح 2 سلاحات الاخرين لقاوهم في دارو تسمى ما داهمش معاه. اللبسه تاع سانتا كلوز والقراع تاع الغاز اكسيتيرا لقاوهم مرميين في غابه وين تخلص منهم قبل ما يقتل روحه. حتى ليتيشا اللي كانت واحده من الناس اللي قدروا يسلكوا الحكايه هذه كانت مقتنعه انها سمعت صوته في هذيك الليله، بصح وشنو ما حبتش تقول لا بوليس معلومه باسكو ما كانتش السر منها، وزيد خافت يكون الشخص اللي قتل هو بنادم واحد اخر
ويسلك من العقاب على جال كلمه قالتها. دونك هنا خلاص الحكايه تاع اليوم، اعطونا رايكم. بالنسبه لي ماشي لوجيك كاع يقتل فاميليا كومبلي على جال مراه وحده اللي طلق منها وخلاص جور ما بقى والو بيناتهم. ابار صا الله اعلم لي ديتاي زياده اللي كانوا تما، بصح هذا الشيء ما يخليش يقتل طفله صغيره في عمرها 8 سنين غير على جال باش يقتل مرته القديمه. المهم اعطوني رايكم في لي كومونتير، واذا انت راك تشوف حتى لهاد الدقيقه من الفيديو نورمالمون عجبك الفيديو باش قاعد حتى لدوكا، دونك يعطيك الصحه كعطيتني من وقتك مش راح نقدر نقول لك اكثر. اذا شفتني نستاهل الدعم وحاب تدعمني ابعث الفيديو هذا لواحد من اصحابك باش يشوفوا. ابار يعطيكم الصحه ونتلاقاو في الفيديو الجايين، وسلام، بيس اوت.